رجل الأعمال العماني محمد بن علي البرواني. ولد محمد بن علي البرواني في 30 من أكتوبر عام 1951. درس الابتدائية في زنجبار، ثم الثانوية العامة من الكلية الأمريكية بمصر عام 1970، ودرس البكالوريوس في العلوم العامة تخصص الكيمياء والأحياء في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1975. كما درس ماجستير هندسة النفط في المملكة المتحدة عام 1978، ثم عاد إلى عمان للعمل في شركة نفطية وهو في العشرينيات من عمره. قرر البرواني الاستقالة والبدء في مشروع خاص في مجال المقاولات، وكانت النتيجة الفشل. ومع هذه الصدمة خرج البرواني من هذا المجال، وقرر العودة إلى المجال الذي يستحوذ على كل خبراته الدراسية والمهنية والأكاديمية، وهو قطاع النفط. وقام بتأسيس شركة صغيرة. استطاع البرواني أن يكون وكيلا لشركات كبيرة في الخليج يستورد معداتها ويقوم ببيعها في السوق العماني مقابل عمولة، الأمر الذي جعله يتوسع بشكل أكبر، ومن ثم بدأ في التوسع في الخليج ثم شرق آسيا وأوروبا ذاتها. تجاوز رجل الأعمال البرواني مجال النفط وقام بشراء شركة اليخوت العالمية أواشينكو عام 2009، شركة كيسي المجرية للتنقيب عام 1997، هاي سبيك البريطانية عام 2021، حوض بناء السفن التركي عام 2015، شراء فنادق عالمية منها فندق جولد توليب في نزوة وفندق بارك إن، وعدد من الشركات الأوروبية المتخصصة في قطاع النفط والغاز، حيث أسس شركة MB القابضة للخدمات النفطية عام 1982، شركة موارد للتعدين عام 1987، شركة بتروغاز عام 1999. فمن مهندس في شركة تنمية نفط عمان ثم صاحب مشروع أفلس تماما، إلى صاحب شركة محمد البرواني القابضة التجارية، لتصبح الآن إمبراطورية تجارية. عمل البرواني كمدير لعدد من المشاريع والشركات العامة في عمان، تولى عدة مناصب منها رئيس مجلس إدارة شركة الطيران العماني، وشركة المدينة التكافل، وشركة دار التكافل، رئيس مجلس إدارة البنك الوطني العماني ما بين عام 1997 إلى عام 2005، شركة شل العمانية، نائب رئيس الهيئة الدولية لمقاولي التنقيب، مهندس نفط ومهندس مكامن في شركة تنمية نفط عمان. كما يدير البرواني شركة تضم 50 حفارا و4000 موظف في آسيا وأفريقيا وأوروبا وأستراليا. يعتبر رجل الأعمال محمد البرواني هو القنصل الفخري لجمهورية بولندا، حاصل على دكتوراه فخرية عام 2013
من جامعة ميامي. ماجستير في هندسة النفط عام 1980. وفي عام 2021 نشر كتاب بعنوان هؤلاء الذين ألهموا عمان. إعداد وإخراج سعد الهدابي.